بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بحب أرحب بكل السادة الحضور وبشكرهم كمان على حضورهم، لأن ده ناديهم ووجودهم ده بيمثل شيء كبير جدا، إن كل واحد حريص إن يكون ليه دور مع النادي الأهلي وفي رسم مستقبل النادي الأهلي. فبشكركم جدا جدا. وعايز أبتدي بحاجة. يمكن الفترة اللي فاتت كنت أنا اعتذرت إن أنا ما كملش الانتخابات أو ما أخش الدورة دي، وبعدين رجعت موقف تاني، فكنت عايز أحكي لحضراتكم الكلام ده تم إزاي. سنة 23 بالتحديد، سنة 23 شهر إبريل، كنت عندي كشوفات طبية، وكان الأمر مش أفضل حاجة، وكنت لازم إن أنا بعد 6 أشهر أعيد تاني التشخيص وأعيد تاني لبعض الإشاعات. وفعلا رحت سنة 23 برضو شهر 10، وتأكد إن أنا لازم من ضمن العلاج الأساسي بالنسبة لي إن أنا لازم أبعد عن أي ضغوط نفسية وعصبية لفترة طويلة. رجعت اجتمعت بالزملاء في مجلس الإدارة كلهم وقلت لهم إن أنا محتاج إن أنا أستريح، محتاج إن أنا أبعد لفترة مش صغيرة. كان وقتها أخونا وزميلنا العمري فاروق كان عنده ظروف صحية وكان في المستشفى، ثم توفاه الله، ربنا يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. طبعا ساعتها ما كانش يقدر يبقى نائب الرئيس مش موجود، وكمان الرئيس مش موجود، فأنا اضطريت إن أنا أكمل. وأعلنت مرة ومرتين إن أنا محتاج أبعد شوية وعايز آخد راحة، ولكن برضو الظروف اللي كانت ساعتها بتجبرنا أو بتجبرني إن أنا أستمر لغاية آخر مجلس إدارة اللي أنا قدمت فيه تصوري للزملاء أعضاء المجلس. قبلها بيومين كان عندي يعني برضو محادثة تليفونية مع كازوم، يعني مع الطبيب المعالج، وقال لي ساعتها فورا لازم توقف عن التعامل أو تكون موجود في أي ضغوط نفسية أو عصبية، ده بالنسبة لك أمر مش كويس. الحقيقة في الوقت ده من أول مرة في تاريخي، أنا دخلت النادي الأهلي سنة 71 تقريبا، 71 لأول مرة في تاريخي في النادي الأهلي إن أنا أفكر في صحتي وإزاي أستريح قبل ما أفكر في النادي. عشان كده أنا خدت هذا القرار وبلغت للزملاء في مجلس الإدارة اللي هم بعديها مباشرة أو ثاني يوم بالتحديد كلهم عملوا بيان ورفضوا هذا، وبناء عليه خدت 3-4 أيام كده راحة، ثم بقى كل الزملاء وكل الجمهور والاعضاء العاملين مشكورين، كل واحد كان يعني بيحسني ان انا استمر، وازاي ان انا احافظ على صحتي او اشوف صحتي واهتم بصحتي، بس كمان بالتوافق مع وجودي في النادي الفتره اللي جايه، ودي فتره مهمه. وبناء عليه امرين خلوني ارجع في هذا القرار، اللي هو مشاعر اللي انا شفتها من الناس، لدرجه ان انا ماشي في الشارع لقيت اب اسره او اسره انا ما اعرفش مين الحقيقه، معلق على جدار بيته بانر بيحسني فيه ان انا اكمل. والمشاعر دي مش يعني الحقيقه ليها ثمنها وليها برضه مسؤولياتها، الواحد لازم يبقى يقدر هذا الامر. واذا كان بيشتغل عدد ساعات معين لازم ان هو حتى يضعفها. لكن لما انا شفت كل المشاعر دي كل الامور ديت مع بعض كل شركات النادي وكل اعضاء مجالس اداره الشركات اجتمعوا بيا وعايزين ان احنا ازاي استمر، الزملاء كلهم في مجلس اداره ازاي برضه ان انا اكمل واستمر. فرأيت ان انا من حق النادي عليا ان انا اعمل كده،
وكمان ان انا اخد بالي من صحتي. وفي الحقيقه وده امر اعتقد كنتش احب ان انا اذكره، بس انا في خلال 8 سنوات اللي فاتت، 8 سنين اللي فاتوا، انا بشتغل بشكل يومي في النادي وبقعد لساعات طويله جدا. كل الناس اللي عارفين زمايلي في مجلس الاداره ولا عاملين في النادي ان بقعد اقل حاجه 8 9 ساعات. ده بالنسبه لي اصبح امر مرهق جدا ومش هقدر اعمله بمنتهى الوضوح وقدام حضراتكم كجمعيه عموميه. انا مش هقدر اشتغل بالشكل ده تاني. عشان كده راينا ان انا لما ارجع في هذا القرار وان انا اهتم شويه بصحتي، فان احنا او التفكير اللي انا ناقشته مع الساده الزملاء بقى اعضاء المجلس المرشحين للمجلس الجاي او للدوره الجديده ان شاء الله، ان انا هيتم زي توزيع ملفات على كل الزملاء في مجلس الاداره ومتابعه هذه الملفات. في عندنا قيادات، عندنا رئيس ونائب الرئيس ورئيس الصندوق، هيتم متابعه كل هذه الأمور. انا مش هبقى موجود بشكل كامل، عشان كده انا بس بستأذن حضراتكم ان انا المفروض ان انا اقوم بالدور ده او اعمل كده، لان هو ده المصدر الوحيد او الشكل الوحيد اللي انا من خلاله اقدر استمر ان شاء الله. بشكركم وبشكر لمشاعركم وبشكر يعني لان كنتوا حملتوني مسؤوليه اكبر حتى بالوجود ده. المفروض ان انا اكون متابع لكل الامور، لكن عندي ثقه كبيره جدا جدا في المجلس واعضاء المجلس كل المجالس السابقه، وهتكلم في ده. والمجلس اللي هو ان شاء الله مرشح، اعتقد ان كل واحد عنده من القدره انه باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي بكيانه الكبير بجماهيره باعضائه، يكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي عشان يستمر دايما الاهلي في الرياده باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكم في فيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاع النهاردة مش فيديو عادي، هو فيديو عن الندوة الانتخابية لكابتن محمود الخطيب فرع الشيخ زايد. وكلام مهم جدا قاله في الندوة دي، في المؤتمر بقى، خلينا نقول مؤتمر، انا محبش كلمة ندوات دي بصراحة. كلام مهم جدا قاله على اللي فات وعلى اللي جاي وعلى اللي هيكون ان شاء الله باذن الله يعني. هو مبدئيا شكر كل المجالس اللي عدت، والراجل بصراحة نسب كل الحاجات اللي حصلت في النادي الأهلي لمجالس الإدارات كلها بما فيها مجلس إدارته هو، الدورة الأولى والتانية، ومجلس كابتن باشمهندس محمود طاهر، ومجلس كابتن حسن حمدي. وهي دي ميزة النادي الأهلي، هي دي الميزة اللي موجودة في النادي الأهلي بصراحة، إن ما تلاقيش مجلس بيقطع في التاني، ما تلاقيش رئيس نادي بيطلع يقطع في اللي قبله او يلغي كل اللي قبله عمله ويبدأ هو من جديد، يقول لك يلا بينا انا هبدأ انا من جديد وهبدأ اقول انا من جديد. دي الميزة بصراحة اللي انا شايفها في النادي الاهلي، واللي مخلياه فارق جامد قوي عن بقية الأندية يعني. النقطة اللي وقفت عندها النهاردة، او اللي خلتني انت فاهم اتخيل كده المستقبل هيبقى عامل ازاي ومين رئيس النادي الجاي يعني، او اللي بيتجهز. ناس كتير جدا بتتكلم ان الاستاذ ياسين بيه ياسين بيه منصور باشا هو هيبقى رئيس النادي الفترة الجاية ما بعد الخطيب يعني. انا بقى مختلف معاكم خالص، واللي قاله كابتن محمود النهارده برضو يخليك تحس ان الموضوع مش كده يعني. الموضوع مش كده، مش بمعنى ان ياسين بيه هو بقى نائب الرئيس او هو هيبقى نائب الرئيس يعني ان هيبقى هو الرئيس اللي بعد كده، لا. على فكرة يعني في كادر مهم جدا بيجهز وبيتدرب بيستوي. هو يعتبر استوى، لكن في شوية رطوش كده هياخدها ان شاء الله الفترة دي، المدة دي،
علشان بعد كده يقدر يقود. وكابتن محمود النهارده قال الكلام ده، قال ان كابتن سيد عبد الحفيظ متربي على اصول وتاريخ ومبادئ النادي الاهلي. متربي متربي على اصول واسس ومبادئ النادي الاهلي. تمام. انضمام كابتن سيد لقائمة كابتن محمود الخطيب الدورة دي لها معاني كتير جدا جدا. زائد بقى والأهم إن كابتن محمود أسند أو هيدي ملف الكورة لكابتن سيد عبد الحفيظ، ملف الكورة بالكامل. بص، هو مبدئيا كابتن محمود في الندوة وضح ان هو مكمل بس الدورة دي بسبب مشاعر الجماهير ومشاعر الاعضاء، وبسبب الناس طلبته بان هو يكمل وما يسيبش النادي. وقال لك ان من ساعة ما انضم للنادي الاهلي وهو لأول مرة بيختار صحته على النادي. يعني دايما طول الوقت بيختار النادي على أي حاجة في الدنيا، ولكن المرة دي هو حب إن هو يختار صحته وإن هو يهتم بصحته، ويسيب بقى مكانه في النادي. ولكن الناس لما طلبته بإن هو يكمل، وكمان لجنة الحكماء عرضت عليه الفكرة دي اللي هو هيكمل، ولكن مش هو اللي هيدير كل حاجة. لأن هو برضو وضح في الندوة إن هو في أوقات سابقة أو في الفترة اللي فاتت يعني كان بيقعد 9 ساعات متواصلة في النادي بيشتغل لوحده، 9 ساعات متواصلة. فده طبعا صحيا بالنسبة للكابتن بيبو مش أفضل حاجة يعني. فهو قرر ان هو هيشارك او هيسند ملفات كتيرة جدا كان هو بيشتغل عليها شخصيا لأعضاء مجلس الإدارة الجدد يعني. وهو زي انت فاهم هيشرف بس على الموضوع او هيبعد شوية عن الصورة، وكل واحد بقى باختصاصه بقى. يعني ياسين بيه الله اعلم يكون ماسك ملفات كابتن سيد ملف الكورة، وهكذا وهكذا. تمام. فاللي انا شايفه او اللي انا طلعت بيه من النقطه بتاع كابتن سيد دي هي ان كابتن سيد كابتن محمود هو بيقول عليه كده. خلي بالكم عشان الكلمتين دول للتاريخ، الكلمتين اللي قالهم كابتن محمود دول للتاريخ فيما بعد هنحتاجهم اقسم بالله. زي ما كابتن صالح كان شايف، كابتن صلاح سليم كان شايف في كابتن بيبو ان هو هيبقى رئيس النادي فيما بعد، او ان هو كادر مهم جدا للنادي. والقصة اللي كلنا عارفينها اللي كابتن بيبو حكاها قبل كده، موضوع الملفات والورق اللي جابه في الطيارة وبتاع والكلام ده كله. نسيبنا بس من من الحاقدين على جنب، نركنهم على جنب. احنا بس بنتكلم في اللي كابتن بيبو حكاه قبل كده. دلوقتي كابتن بيبو بيشاور على رئيس النادي الفترة الجاية او في المستقبل. هو بيشاور كابتن سيد عبد الحفيظ متربي على أسس وأصول ومبادئ النادي الأهلي. الكلمتين دول هنحتاجهم فيما بعد، والله بجد والله بجد. الكلمتين دول هنحتاجهم فيما بعد، كلمتين مهمين جدا 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 جدا. فألف سلام عليك يا بيبو. توفيق إن شاء الله الفترة الجاية لمجلس الإدارة بالكامل. توفيق يا كابتن سيد. فرحنا والله بعودتك من تاني لبيتك، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. وإن شاء الله ملف الكرة في إيديك أو تحت قيادتك يعني يوصل لأماكن بعيدة جدا جدا. كلنا متفائلين ومتعشمين فيك يا كابتن سيد خير إن شاء الله بإذن الله. سلام.